أرنستو تشي جيفارا. الراجل اللي ضحى بنفسه عشان ينقذ قارة بأكملها. لو حابب القصة دي تابع الفيديو. بص يا سيدي، أرنستو ده ما كانش طالع من حارة سد، ده كان ابن عيلة أرستقراطية في الأرجنتين، يعني ابن ناس أكابر وبيدرس طب كمان. بس كان عنده مشكلة صحية رازته جدا، وهي الربو. كان نفسه بيقطع، بس قلبه كان من حديد. الثغرة اللي غيرت حياته هو الموتوسيكل. وهو لسه طالب خد صاحبه ولفوا أمريكا اللاتينية بالموتوسيكل، موتوسيكل خردة. وهناك شاف فقر وظلم، خلاه يقول: يا واقعة بيضة، هو ده العالم اللي احنا عايشين فيه؟ أنا لازم أرمي الكتب دي وأعمل حاجة للقارة دي كلها. جيفارا كان دحيح وبتاع قراية، بس هو في المكسيك قابل واحد صايع سياسيا اسمه فيدالي كاسترو، وقعدوا مع بعض. كاسترو قال له: احنا هنركب مركب ونروح نحرر كوبا. وجيفارا قال له: انا معاك، وهنا الدكتور بتاعكم انتهى، هتشوف جيفارا جديد. المركب اللي ركبوها كانت هتغرق بيهم اصلا، ونزلوا كوبا والجيش مستنيهم، وضرب بقى وعلقة موت. وجيفارا وقتها لقى نفسه قدام اختيار: يشيل شنطة الطب يا يشيل صندوق رصاص. رمى الطب وشال الرصاص، ومن هنا اتولد تشي جيفارا اللي نعرفه النهارده. الغريب ان جيفارا كان قاسي جدا في الحروب، ما كانش عنده يام مرحميني مع الخونة، بس في نفس الوقت كان بيموت في القراية، لدرجة انه كان بيشيل كتب في الشنطة اكتر من الاكل في عز الغابات. الثورة نجحت وكاسترو مسك كوبا وجيفارا بقى النجم. كاسترو قال له: خد يا تشي، امسك البنك المركزي وامسك وزارة الصناعة. تخيل جيفارا بتاع الغابات لبس بدلة وقعد ورا مكتب. الثغرة اللي هتضحك إن جيفارا كان بيمضي على الفلوس بكلمة تشي بس، استهتار بالفلوس والنظام الرأسمالي. والراجل ده كان بيروح يشتغل متطوع في مزارع القصب يوم أجازته، ما كانش بيطيق القعدة في التكييف والمكتب وجو المكاتب والكلام ده. بس تشي جيفارا كان ثوري محترف مش بتاع كراسي، بدأ يختلف مع الاتحاد السوفيتي ومع كاسترو نفسه، وفي حاجات سياسية حس إنها نار في الثورة. جوه بدأ يطفي فقر ويعمل أغرب حاجة ممكن وزير يعملها: استقال وساب كل حاجة. ساب لمراته وعياله جواب يقطع القلب، وقال لكاسترو: أنا حاسس إن في بلد تانية محتاجاني، كوبا خلاص بقت تمام. واختفى فجأة من الأنظار، لدرجة إن العالم كله قعد يسأل: جيفارا فين يا جدعان؟ راح الأول للكونغو في أفريقيا، بس الموضوع مشي معاه زي الزفت. المقاتلين هناك ما كانوش زيه، وكانوا بيخافوا من السحر أكتر من الرصاص. ففشل ورجع وهو محبط جدا، بس من غير ما حد يشوفه. سنة 1966 جيفارا قرر يروح بوليفيا. تنكر في شكل رجل عجوز أصلع ولابس نظارة عشان المخابرات الأمريكية ما تعرفوش، ودخل البلد. كان هدفه يعمل ثورة كبيرة في أمريكا اللاتينية كلها، وتبدأ بوليفيا. المرة دي الحظ كان عنده تماما. بوليفيا كانت أرض صعبة، والفلاحين هناك ما كانوش حابين الثورة، بالعكس كانوا بيبلغوا الجيش عن جيفارا. لقى نفسه محاصر في الجبال مع شوية رجالة مخلصين بس هم اللي فاضلين. السي اي اي والمخابرات الامريكيه كانت حاطه نقرها من نقره، وبعتوا خبراء مخصصين عشان يطردوه. جيفارا كان مريض جدا بالربو زي ما قلنا في الاول، وما عندوش دواء، وبياكل بغلة وخيول عشان يعيش، لدرجة إنه كتب في مذكراته: هذا هو الشهر الأكثر قسوة عليا. في 8 أكتوبر 67 وقع جفارة في كمين في وادي اسمه تشور، والرصاص كسر بندقيته ورجليه اتصابت. ولما الجيش حاصره صرخ فيهم وقال جملته الشهيرة: لا تطلقوا النار، أنا تشي جيفارا، وأنا حي أفيد لكم من ميت. الثغرة هنا إن جيفارا ما كانش قاصد إنه يخاف من الموت، هو كان عايز يفضل حي عشان يكمل كلامه ويحرجهم قدام العالم. بس هم كانوا مرعوبين منه حتى وهو متكلبش. حبسوه في مدرسة قديمة متهالكة في قرية لاهيجيرا. جيفارا كان منظره يصعب على الكافر، هدومه متقطعة وشعره منكوش، بس عينيه كانت لسه فيها شرار. قعد يتناقش مع المدرس في القرية عن أخطاء في النحو مكتوبة على السبورة. تخيل واحد بيموت بعد كام ساعة وبيركز في النحو والصرف، والراجل ده ما كانش طبيعي زي ما الناس فاكراه. صدر أمر بالإعدام من رئيس بوليفيا بالضغط من أمريكا. العسكري اللي كلفوه بقتله كان اسمه ماريو تيرين، وكان مرعوش وخايف يدخل على جيفارا وهو بيترعش. جيفارا بصله باحتقار وقال له: ليه خايف؟ أنت ستقتل مجرد رجل مثلك. جيفارا قال له الجملة دي اللي هزت التاريخ: واضرب يا جبان فأنت لا تقتل إلا بشر، أما الفكرة فستبقى. ماريو غمض عينيه وضرب رصاصات عشوائية عشان ينهي حياة أشهر ثائر في القرن العشرين. بعد ما مات عملوا حاجة مقززة جدا: غسلوا جثته وفتحوا عينيه وعرضوه قدام الصحافة عشان يثبتوا للعالم إنه مات. المنظر ده خلى الناس تشبهه بالمسيح في اللحظة الأخيرة، وده اللي خلى أسطورة مش مجرد جثة. عشان يخبوه مكانه قطعوا ايديه الاتنين عشان البصمات، ودفنوه الجثة في مكان سري تحت مدرج طيران.
وفضلت جثته تايهة لمدة 30 سنة لحد ما لقوها سنة 97 ورجعوها كوبا في جنازة مهيبة. النهارده جيفارا موجود في كل حتة، صورته اللي صورها له ألبرتو كوردا بقت أشهر صورة في التاريخ. المفارقة إن جيفارا كان بيكره الرأسمالية والشركات، وبقى ماركة مسجلة بتكسبهم ملايين من ورا صورته على التيشيرتات والميداليات. في ناس بتشوفه سفاح وقاتل بدم بارد، وناس بتشوفه قديس ضحى بحياته عشان الفقراء. الحقيقة إنه كان بني آدم عنده أخطاء وعنده مبادئ، بس الأكيد كان صادق مع نفسه لآخر نفس. الثغرة اللي هتضحكك فعلا إن ماريو ترين العسكري اللي قتله كبر وعجز وجاله مية بيضاء على عينيه، ومين اللي عالجه؟ دكاترة كوبيين ضمن حملة إنسانية أمر بيها كاسترو. يعني جيفارا عالجه وهو ميت.